كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. ايه رأيكم بقى نعمل النهاردة النجرسكو وجمال النجرسكو اللي مفيش حد فينا ما بيحبش النجرسكو، أي حاجة فيها صوص بشاميل أو أي حاجة فيها جبن أو صوصات أو الحاجات اللي هي بتلظ وتبظ دي. هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، ومفيش اسهل ولا اسرع من كده. لما تكوني محتاره وعندك صدر فرخه وشويه مكرونه، قومي اعمليهم على طول وما تفكريش. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف عملناها ازاي. معايا 300 جرام من صدور الفراخ، او تنفع وراك مفيش مشكله، لو عندك وركين ولا حاجه تقدري تخليهم. ومتقطعين قطع صغيرة زي الشاورما كده. ومعايا معلقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من البصل البودر، ونص معلقة من الفلفل الاسود. وهنزل عليهم كده بفصين توم مهروسين. طريقة التتبيلة بتاعت الفراخ دي بتخليها تشرب التتبيلة غير لما بتعمليها على النار. وهنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقتين من الزيت. وتركنوهم كده، تتبلوهم كده وتركنوهم ربع ساعة كده ولا حاجة ولا نص ساعة. الطريقة دي بتضمن لك ان الفراخ تشرب من طعم البهارات وتبقى جميلة جدا، احسن من انك انتي تنزلي بيها على النار وبعدين تضيفي البهارات عليها. صدقيني طعمها بيبقى مختلف جدا، وجربي. هنا بعد ما سبتها ربع ساعة كده، جبت طاسة سخنتها على النار. طبعا هي فيها زيت والتتبيلة فيها زيت، فمش لازم تكتري من الزيت عشان هتعملي بشاميل ما يبقاش الزيت كتير او المادة الدهنية كتير. اديتها صدمة كده، وبعد ما اتشوحت شوية نزلت عليهم ببصلاية متقطعة شرايح كده، مش ولا ناعم ولا خشن قوي، يعني وسط كده. وبعد ما خدوا تشويحتين كده مع بعض، نزلت عليهم بالمشروم المتقطع. طبعا تقدري تستغني عنه، يعني مفيش مشكلة. اهم حاجة الفراخ والفلفل والبصل. بس انا زودت هنا، لقيتها برضو محتاجة لما نزلت بالمشروم، لقيتها محتاجة معلقة زيت واحدة. وكمان نزلت بالفلفل الالوان. تقدري تستغنى عن الفلفل الالوان وتحطي فلفل اخضر عادي، او اخضر واحمر اللي هو البلدي ده عادي، مفيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كانت بقت معايا تمام التمام. هنا بقى حطيت المية تغلي، وهنزل عليهم بنص كيلو من المكرونة الاسباجيتي. طبعا تقدري تعملي باي نوع مكرونة، قلم، سباجيتي، شرايط، اي حاجة، بس هي الاساسي بتاعها يا اما سباجيتي يا اما شرايط بصراحة. يعني من القلم او الصغيرة دي تقلب معاكي يعني هو كله بشاميل يعني. هنا بقى نزلت ب3 معالق من الزيت، وعليهم معلقة من السمنة، وهحط عليهم 4 معالق من الدقيق. احنا طبعا كلنا عارفين ومتعلمين قبل كده ان كل معلقة مادة دهنية ليها معلقة من السمنة وكوباية لبن. كده يطلع معاكي البشاميل بتاعك مظبوط. يبقى معلقة سمنة او زيت عليها معلقة دقيق لها كوباية لبن بالظبط كده. ورشيت عليهم رشة من جوز الطيب، عايزة تستغنى عنها مفيش مشكلة. هبتدي اشوحهم مع بعض كده لحد ما ريحة الدقيق تحس ان هي استوت كده ودخل في الصفار شوية. وبعدين هنزل عليهم بلتر من الحليب زي ما انت شايفة كده، وهحط الملح ومكعب من المرقة. وهنا هنزل عليهم كمان بكبشتين من مية سليق المكرونة، بتفرق جدا في البشاميل. هيغلي معايا لحد ما يبقى القوام كده حلو، يعني مظبوط زي ما انت شايفة كده، ما يبقاش تقيل قوي كده. القوام مظبوط بالنسبة للنجريسكو. هنا هدهن الصينية بتاعتي سمنة، وهحط نص المكرونة من تحت كده. انا مش محتاجة، انا حطيت نص الخليط بتاع البشاميل على المكرونة. يعني مش لازم ان انت تحطي من تحت بشاميل. وانا حطيت برضو رشة من الجبنة الرومي والموتزاريلا. وهنزل عليهم بالخلطة اللي انا كنت عملتها اللي هو الحشو. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل وبسيط، وطبعا تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. هنزل ببقية المكرونة زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي هسويها يعني هسويها كده واوزعها في الصينية بتاعتي. صينية، قارب، اي الموجود عندك المتاح. برضو هنزل بشوية كده من الجبنة اللي هي الموتزاريلا والشيدر، يعني انا كان عندي ميكس. وهبتدي كده هنزل ببقية الخليط بتاع البشاميل. الموضوع سهل جدا وبسيط، ما بياخدش معاكي اكتر. يعني ممكن تبقي حاطه البشاميل على عين وعلى عين من البوتاجاز، وبتسلقي المكرونه على عين، وبتعملي
بتعملي الحشو على عين تانية، يعني كله في وقت واحد، ما ياخدش معاك اكتر من ربع او تلت ساعة بالكتير. زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بالبشاميل. هبتدي بقى احط شوية من الجبن، دي كانت جبنة موتزاريلا، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وهسيبها لحد ما الوش بتاعها يحمر وتطلع معايا كده، وبألف هنا وشفا. ويا رب تعملوا كل حاجة حلوة وانتوا في احسن صحة واحسن حال. وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. ويا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.